السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة ان شاء الله مع بعض يا سنة 6 هنبتدي حل المحافظات. طبعا المحافظات الموجودة في كتاب سلاح التلميذ، والبداية هتكون مع محافظة القاهرة إدارة التبيين التعليمية. طبعا المحافظة دي هتلاقوها في كتاب سلاح التلميذ في صفحة 222. وأول سؤال معانا السؤال الأول ألف، اختر إجابة صحيحة من الأقواس. تعالوا بينا نشوف العبارة رقم 1. تصنع مقابض أواني الطهي من النحاس ولا الخشب ولا الألمنيوم ولا الحديد؟ طبعا مقابض أواني الطهي مهمتها أو وظيفتها إننا بنمسك بيها الإناء، وطبعا عشان نقدر نمسكها مفروض إن ما يكونش فيه حرارة، يعني معنى كده إنها تكون مصنوعة من مادة رديئة التوصيل للحرارة. طبعا المادة دي هتكون شطار برافو عليكم الخشب. أما بقى العبارة رقم 2 عضو بيتكون من مادة داخلية على شكل حرف اتش، هو الأعصاب ولا المخ ولا الحبل الشوكي ولا الجمجمة؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الحبل الشوكي. أما بقى العبارة رقم 3 أفضل المعادن في توصيل الحرارة، الكبريت الألمنيوم النحاس الحديد؟ طبعا النحاس والحديد والألمنيوم كلهم من من المعادن اللي بتوصل الحرارة، لكن الأفضل فيهم هو النحاس. النحاس هو الأسرع في توصيل درجة الحرارة. أما بقى العبارة رقم 4 إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض 6 نيوتن، فإن وزنه على سطح القمر يساوي 5 نيوتن ولا 1 كيلو جرام ولا 60 نيوتن ولا 1 نيوتن؟ طالما عايز وزنه يبقى وحدة القياس أكيد هتكون نيوتن. طب هو عايز وزنه على سطح القمر، احنا عارفين ان الوزن على سطح القمر سدس الوزن على سطح الأرض، يعني معنى كده سدس الستة كام؟ طبعا الإجابة هتكون 1، يبقى الإجابة 1 نيوتن. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل ب بعنوان اكتب المصطلح العلمي. العبارة رقم 1 مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها، يعني مواد رديئة التوصيل للحرارة. هنكتب هنا كده مواد رديئة التوصيل للحرارة. زي ايه؟ زي البلاستيك الخشب المطاط. رقم 2 بقى جهاز بيستخدم في قياس درجة الحرارة. انا عشان اقيس درجة الحرارة بستخدم ايه؟ طبعا بستخدم الشطار برافو عليكم الترمومتر. طبعا الترمومتر في منه انواع، في ترمومتر طبي، في ترمومتر مئوي. الترمومتر الطبي بيستخدم في قياس درجة حرارة جسم الانسان، اما الترمومتر المئوي بيستخدم في قياس درجة حرارة الماء. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الاول في محافظة القاهرة إدارة التبين. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني. السؤال التاني يا سنة 6 ألف ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. تعالوا بينا نشوف العبارة رقم 1. بيدرج الترمومتر الطبي من 0 إلى 42 درجة سيليزية. طبعا كلنا عارفين ان العبارة دي هتكون خطأ. ليه العبارة دي هتكون خطأ؟ لأن الترمومتر الطبي اللي بيستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان بيتدرج في الترقيم من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية. أما بقى العبارة رقم 2 بيسمى النيتروجين بالأزوت ومعناه عديم الحياة. طبعا العبارة دي كلنا عارفين ان هي عبارة صح، فعلا غاز النيتروجين بيسمى بالأزوت، وده لأنه لا يشتعل ولا يدخل في عملية التنفس. أما بقى العبارة رقم 3 بتنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. طبعا العبارة دي كلنا عارفين ان هي هتكون عبارة خطأ. ليه عبارة خطأ؟ لان طبعا الحرارة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل. اما بقى العبارة 4 بتتوقف الكتلة على كمية المادة. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح، لان الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من اجابة ألف. دلوقتي بقى هننتقل ب بعنوان اذكر السبب العلمي لكل مما يأتي. رقم 1 بيجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. طبعا غاز الأكسجين بيجمع بإزاحة الماء لأسفل، ده لأن الأكسجين شحيح الذوبان في الماء. هي دي إجابة العبارة رقم 1، أو هو ده السبب العلمي اللي بيخلينا نجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل.
أما بقى العبارة رقم 2، إصابة النخاع المستطيل بتؤدي إلى الوفاة. طبعا النخاع المستطيل إصابته بتؤدي إلى الوفاة، وده لأنه مسؤول عن تنظيم العمليات اللا إرادية زي ضربات القلب والتنفس. فأي إصابة بتحصل ليه بتؤدي إلى الوفاة على طول، لأنها بتؤدي إلى تعطل العمليات اللا إرادية دي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من إجابة السؤال التاني. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت. السؤال التالت: ألف، أكمل ما يأتي. العبارة رقم 1: من المواد رديئة التوصيل للحرارة، يعني المواد التي لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. طبعا المواد دي ممكن تكون زي الخشب وكمان البلاستيك. أما بقى العبارة رقم 2: في عملية البناء الضوئي بيمتص النبات غاز نقط. طبعا النبات عشان يعمل عملية البناء الضوئي فهو محتاج انه يمتص غاز ثاني اكسيد الكربون. اما بقى العبارة رقم 3: يمثل غاز النيتروجين نقط من حجم الهواء الجوي. طبعا غاز النيتروجين بيمثل 4 أخماس الهواء الجوي. أما بقى العبارة 4: من خصائص الأكسجين نقط. عايزني أكتب خاصية واحدة من خصائص الأكسجين. طبعا احنا عارفين إن خصائص الأكسجين إنه عديم اللون والطعم والريحة، قليل الذوبان في الماء، لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، أثقل من الهواء، بيتحد مع المغنيسيوم المشتعل، مكون مادة بيضاء تسمى أكسيد المغنيسيوم. ال5 خصائص دول نكتب منهم واحدة بس. طبعا انا الخاصية اللي هكتبها انه شحيح الذوبان في الماء. انتوا تقدروا تكتبوا اي خاصية تانية من الخصائص الخاصة بغاز الاكسجين. كده بالشكل ده نكون انتهينا من اجابة الف. تعالوا بينا بقى ننتقل ب بعنوان علل لما يأتي. العبارة رقم 1: علل سرعة سحب اليد عند ملامستها جسم ساخن فجأة. ليه الإيد بتنسحب فجأة أما بتلامس جسم سخن؟ طبعا الإجابة هتكون لحدوث فعل منعكس صادر من الحبل الشوكي. هي دي إجابة العبارة رقم 1. أما بقى العبارة رقم 2: علل بتضاف الخميرة إلى العجين في صناعة الخبز. طبعا احنا بنضيف الخميرة عشان يكون الخبز مساميا، يبقى لتكون غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء التخمر فيجعل الخبز مساميا ومقبول الطعم. هي دي إجابة العبارة رقم 2. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال الرابع في المحافظة، وألف صوب ما تحته خط. العبارة رقم 1: من المفاصل وسعة الحركة مفصل الجمجمة. طبعا احنا عارفين ان مفصل الجمجمة ده من المفاصل ثابتة الحركة، يعني بدل كلمة وسعة الحركة هتكون كلمة ثابتة. أما العبارة رقم 2: الغاز الناتج من النباتات الخضراء في عملية التنفس هو غاز النيتروجين. طبعا الإجابة هتكون ثاني أكسيد الكربون، فهنكتب هنا كده مكان ثاني أكسيد الكربون. طبعا بينتج من تنفس النباتات. أما بقى العبارة اللي بعدها: يمثل غاز الأكسجين 87% من مجموع أحجام غازات الغلاف الجوي. طبعا إن غاز الأكسجين نسبته هي 21% بس، ده التصويب الخاص بالعبارة. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة: بتتغير الكتلة من مكان إلى مكان. طبعا التصحيح او التصويب اني لا تتغير، لان الكتلة ما بتتغيرش يا سنة 6، اللي بيتغير هو الوزن. كده بالشكل ده نكون انتهينا من اجابة الف. اما بقى بعنوان ماذا يحدث اذا. العبارة رقم 1: لامس اليد جسم ساخن فجأة. يعني ايدك لمست جسم ساخن فجأة يا سنة 6، ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا الإجابة هتكون إنه بيحدث فعل منعكس وبيتم سحب اليد بسرعة. أما بقى العبارة اللي بعدها: ماذا يحدث إذا لم توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقري؟ طبعا احنا عارفين ان العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة، وبين كل فقرة والتانية في غضاريف. طب لو الغضاريف دي ما كانتش موجودة بين الفقرات، تفتكروا ايه اللي كان هيحصل؟
طبعا اللي هيحصل هو تتآكل الفقرات نتيجة احتكاكها ببعض. هي دي إجابة العبارة رقم 2. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الرابع والأخير في محافظة القاهرة، دارة التبين التعليمية.